السلام عليكم. عايز اعرفكم على العروسه الجديده دي. بقالي فتره عايز اشتري مكنه قهوه، خصوصا ان بقيت اشتغل اكتر بكتير من البيت، وما عادش بصراحه في فرصه ان انا اطلع واخلص شغلي بره زي الاول. فقررت ان انا اغامر واجرب ان انا اجيب اسبريسو ماشين في البيت هنا، بحيث ان انا اعمل مشروبات او اعمل الحاجات اللي كنت بشربها في الكافيه في البيت، بحيث ان انا اشجع نفسي ان انا اذاكر. وطبعا غير الاف المبررات اللي قعدت ابرر بيها عمليه الشراء دي لنفسي، عشان احس ان ضميري مرتاح وانا بدفع فلوسها. فتعالوا نعمل لها انبوكسنج سوا عشان نشوف المشروبات او الاسبريسو اللي هطلعه من المكنه دي هيبقى شكله عامل ازاي، وهل هو فعلا هيقدر يستبدل المشروبات اللي كنت بشربها في الكافيه واخلص فيها الشغل وانا موجود بره في البيت من غير ما اخرج. وبالتالي ده يوفر عليا وقت ويوفر عليا مجهود، خصوصا ان انا نقلت من طنطا لاسكندريه وما عادش الاماكن اللي كنت بقعد فيها والاماكن اللي بحبها موجوده. فبحاول اتاقلم على الوضع الحالي، ودي كانت احد الاوبشنز المتاحه او اللي انا حبيت اجربها يعني. فتعالوا مع بعض يلا نعمل لها انبوكسنج. طيب ايه هي اللحظه اللي مستنيينها بقى وهي الانبوكسنج؟ يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله الكرتونه واضح انها كانت متقفله، مش اي مشكله. بسم الله. ادي الفاتوره، لا محترمين بصراحه جدا. بعت لي الفاتوره كمان مع المكنه، رغم ان انا لسه يعني افضل تجربه شراء اونلاين حظيت بيها حتى الان بصراحه. فده الكارت بتاعهم، جي اس اونلاين ستور، جي اس اونلاين ستور ده اسمهم. فبصراحه الحاجه جايه من عندهم ما شاء الله، متقفله تقفيل كويس واصليه بسم الله ما شاء الله، والتعامل بتاعهم راقي وجميل جدا. ادي الباسكت السنجل وده الباسكت الدبل. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان القطعه دي بتتفك، بس يعني لسه هنشوف الكلام ده. ادي الباسكت الدبل دول هنا دلوقتي. نيجي بقى المرحله الاصعب، وهي احنا نطلع المكنه من الكرتونه دي. ليتس بي سيف. خلينا نقلب الكرتونه، نشد دي بالراحه كده. اهيت طلعت بالسلامة. محتويات الباقي بتنهار. ده المعيار بتاع القهوة ماشي. واخر حاجة بسم الله الرحمن الرحيم نقلها كده. العروسة بتاعتنا مكنة الديونج. الحاجات المميزة في النسخة أو في الإصدار ده إن بيجي معاها البيتشر والتمب للمعدن. ده شكل البيتشر بسم الله ما شاء الله، وادي التمبر المعدني اللي بيجي مع المكنة. مش عارف ايه ده بصراحة، بس يعني هو اكيد له
وظيفه يعني. غالبا ده عشان البورتا فلترز المضغوطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هصفط بقى عشان الفور كده. دي هي المكنه دي اللونجي، ودي البيتشر، ودي الباسكتس. وبكده نكون عملنا انبوكسنج. ده طبعا دي سكيلر بتاعها عشان الاملاح ما تركنش فيها، والمعيار بتاعنا. يلا بقى نظبط السيت اب بتاعها ونشغلها ونجرب اول شوت اسبريسو بالمكنه الجديده. لولا يأتون عليه من أظلم من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاغ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلون لهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أعلم بما لبثتم الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وقيل مثلا
كيف جعلنا لأحد جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالها نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك